مساء الدلع يا جماعة، عاملين ايه؟ احلى مسا عليكم. النهارده معانا تصميم جامد هيعجبك من الاخر. ده التصميم اللي هنعمله النهارده. تصميم بسيط، تريكات بسيطة، بس هتطلع بها بديزاين عالي. من غير كلام كتير يلا بينا نفتح هنا الفوتوشوب، نيجي هنا على نيو ونفتح ديزاين ماشي 2000 في 2000، وزي ما اتعودنا هنا نفك القفل وبعد كده نروح على العناصر ونبدأ نشتغل. هنجيب اول حاجة العنصر بتاعنا نسكافيه ونحطه هنا كده بأبعاد مثلا كويسة. بعد كده نعمل هنا باك جراوند، نيجي هنا على سوليد كولر ونعمل باك جراوند لونها بني محروق شوية. طبعا اللون ده زي ما اتعودنا في الحلقات اللي فاتت، ممكن نغيره ممكن نلعب فيه براحتنا بعد كده يعني. هنيجي نجيب هنا نيو لاير وهنيجي هنا على المربع اللي هو السلكشن ده ونعمل جزء كده وليكن ده هو الأرضية بتاعتنا اللي هيبقى عليها الكوباية. طيب هبدأ هنا اجيب الكلر واختار اللون ده وتعال نغمقه شوية ويعتبر ده اللون بتاعنا. وانت واقف كده هتدوس الت وباك سبيس، هيروح ملون اللون اللي انت اخترته ده في الباك جراوند بسهولة جدا. كنترول دي شيل السلكشن، وكده حصلنا على شبه أرضية هي عايزة شوية حاجات كده. طيب علشان اظبط الأرضية تعالى اقول لك حاجة، بس قبل ما اقول لك كده انا ملاحظ ان احنا بقالنا كتير قوي في 1800 اشتراك. يا عم خليك معايا كده وتفاعل بقى على الفيديو لو عجبك، لايك، كومنتات. فلوس، تلفون، شجر كليوباترا، بكسويت، اندومي. هنيجي بقى عايزين نظبط الأرضية هنا، تعال نعمل هنا نيو كولر. أعمل لك هنا بقى فكرة جامدة، هنجيب هنا الجريدينت بتاعنا ونخليها أسود الأبيض عادي، وتيجي هنا برضو تختار من أسود لشفاف. لو مش عارف تجيبها ازاي هتيجي هنا على بيزك وتختار اللي في النص وتخلي هنا الأسود وهنا الشفاف وتديله أوكي يا معلم. وتيجي وانت واقف على النيو لاير وتيجي هنا على الأرضية وتشد كده، هيروح عامل لك ايه اسود كده من تحت علشان يدي جزء 3D شويه. طيب هعمل ايه تاني؟ هكتفي بكده؟ هقول لك لا، هعمل نيو لاير، نخلي النيو لاير هنا فوق الارضيه بالظبط اللي هي الارضيه دي. تعالى انا هقول لك انا عايز اعمل لك ايه بسرعه كده وبعدين ارجع اقول لك تتعمل ازاي. بص يا سيدي، شفت الارضيه عامله ازاي اسود من هنا، ومن بعيد كده شويه في اضاءه في اخر الممر كده مدي ايه حته 3D او نهايه الارضيه بتاعتنا، يعني هو شكل حلو جدا. تعال بقى نعمله يا معلم. واحنا واقفين على اللاير كده هندوس كليك يمين ونختار كليبنج ماسك، او لو انت مش عارف اختصارها هتيجي هنا ما بين التو لاير وتدوس الت، هيعمل لك علامه السهم دي كده، كليك شمال كده. هو عمل ايه؟ اي حاجه هنطبقها في اللاير دي هتطبق على اللاير اللي تحتها فقط، مش هتخرج بره عنها. طيب هبدا اعمل ايه بعد كده؟ وانا واقف على اللاير هروح للجريدينت واختار هنا اللون. انا مثلا اللون ده هبدا افتحه شويه، ممكن نغير لونه بعد كده. تعال نفتحه شويتين كده اهو ونيجي نسحب. عمل ايه؟ عمل كده شكل ايه ضبابي من بعيد كده، بس تعالوا نظبطه نخليه في النص كده بالظبط ونشد لتحت راسي عشان يبقى متوزع على كل الجناب زي ما هي. شفت ده قبل وده بعد، حاجه بص عظمه. طب حلو قوي. يعني انا دلوقتي لو جيت بقى على السوليد كار اللي هو الخلفيه وابتديت اغمق فيها شويه هتديني بص بقى اهو ظهرت اكتر كده. انا ابتديت اظبط واحده واحده. طيب انا عايز اعمل بعد كده الارضيه دي انا عايزها بتلمع او بتعكس الاضاءه، فانا عايز الكوبايه دي تبقى عكسه تحت. ولكن قبل ده تعالى نعمل مصدر الاضاءه بتاعتنا ورا. هنيجي هنا فوق الباك جراوند اللي هو السوليد كلر ونيجي هنا نعمل نيو لاير فوقها. هبدا هنا بجيب البرش، اظبط البرش كده بدل ما هي مايله واختار اللون بتاعي. عشان اعمل اضاءه بختار لون الخلفيه وبفتحه شويه، اكبر الفرشه وتخبط واحده كده، تروح كنترول تي تكبر بالشكل بتاعنا ده كده. طيب اكتفي بده؟ لا، كمان نيو لاير، تجيب اللون تفتحه كمان شويه وتصغر الفرشه شويه، تتاكد ان الاوباسيتي تمام، تكون ايه 100%، وتشد كده يا معلم اها كده. بقى العنصر بدأ ايه يظبط وبدأ يبقى كويس جدا. اكتفي بكده، اعمل واحدة كمان تالتة قربها تقريبا من الابيض واخبط هنا واحدة. شوف بقى اللي حصل، حاجة عظمة.
ممكن نمسك بقى التلاتة كلهم كنترول تي واكبرهم شويه بالشكل ده كده. حاسس ان الباك جراوند بقت فاتحه كلها، ارجع على السوليد كلر تاني اغمق فيها شويه، تديك بقى الايه الشكل العظمه ده اهو. ممكن تيجي على الابيض ده تخففها شويه. كل ده اي امر عادي، وفي اخر الديزاين هنظبط الموضوع. طيب علشان ايه، سوري كنترول زد، علشان اظبط الخلفيه بقى اكتر من كده واخلص منها، في هنا حاجه هتعمل لك تضليعه كده في الخلفيه. لو تلاحظها هتلاقي فيها شكل، ممكن ما تلاحظهاش، فيها شكل مضلع كده شويه بدل ما الخلفيه تبقى ساده. عملناها في التصميم اللي فات كمان، بس كان تطليع غير كده يعني. هتيجي هنا كده هتفرشها ايه على الجزء اللي هو فيه باك جراوند كلها بالظبط كده. طيب وتيجي هنا على البليندنج مود تخليها كولر بيرن. شفت بقى التضليعه دي كده، مليت لك كده بدل ما الباك جراوند كان ساده خالص، لا عمل لك فيها تضليعه حلوه كده. ولو جيت تلاحظ هتلاقي هنا في كتابه. تعال نشيل العنصر بتاعنا وهنيجي هنا نخليها الاول راسترايز لاير، ونيجي هنا بالاريزر تول وابدا اشيل ايه الجزء ده كده. الجزء ده كده كده هيبقى ورا المج فمش هيفرق معايا. تظهر المج وبكده يا معلم انت كده عملت حاجه عظمه. ممكن لو انت شايفها تقيله ممكن تقلل الاوباستي شويه اهو، تديك كده حاجه عظمه. بعد كده انا عايز اعمل الشادو بتاع المج ده. طيب تعالى هنا هنيجي على المج، هنعمل ايه بعد كده؟ هنيجي هنا على السلكشن تول. طيب هقول لك بقى انا عايز اعمل ايه عشان تكون معايا كده اول باول. بص يا معلم، ده المجه. لو زومنا كده هتلاقي هنا في جزء شادو اسود ولكن مش فارش، هو تحت الكوبايه على طول، وده اسمه الكونتاكت شادو، وبيكون ما بين تلامس اي حاجه او اي جسم مع الارض. عايزين نعمله. تاني حاجه هنعمل الظل اللي هو تحت او الانعكاس اللي موجود ده. تعال يلا واحده واحده كده هنعمله ازاي. هنيجي هنا بالبين تول وتمشي كده على الجزء اللي هو الايه الاخير كده من الكوبايه، موازي لسطح الكوبايه كده تقريبا اهوت، وتقفل يا معلم. كنترول تي عمل لك ايه؟ عمل لك سيلكشن على كل حاجه ما عدا الجزء ده. اعكس السيلكشن، كنترول شيفت يعكس السيلكشن. طيب ابدا اعمل ايه بعد كده؟ هتيجي هنا عايز اخد نسخه من جزء الكوبايه ده. اخد نسخه ازاي؟ اجيب السيلكشن، لو دوست كنترول هتلاقي هنا في ايه، اختار هنا لاير فيا كوبي، كانه خد نسخه منها. لو جيت مسحت ده كده هتلاقي فعلا النسخه اللي انا خدتها. طيب هعمل بها ايه؟ كنترول يو وتخلي اللايتن دي تحت اسود خالص. ايه اللي حصل؟ سود لك الجزء ده. طيب هو كده ظاهر عمل ايه؟ لا انا اخليه بقى تحت المج وادوس كنترول تي وابدا انزله. بص بقى لاحظ معايا كده، ابدا انزله واحده واحده. شوف بقى اهو. طيب الكونتاكت شادو كده لا، ما حاسه مش مظبوط كده وصولت كده ومش مفروش. لا هتيجي هنا بقى على فلتر يا معلم، بلور، تعمل جاسيون بلور وتخففه شويه، ما يكونش خفيف قوي. كده كويس قوي، حلو جدا 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 كده ظهر. طيب المرحله اللي بعدها هاخد هنا كنترول جي من المج واخلي النسخه دي تحت المج بتاعنا، كنترول تي وابدا انزلها تحت كده علشان ابدا اعمل الانعكاس. انزلها كده شويه بالظبط كده. طيب وادوس هنا وانت واقف على السلكشن، كليك يمين تعمل وارب. تبدا بقى تعمل ايه يا معلم؟ هتاخد بقى الايه، هتبدا تظبط كده المج، تخليه ملامس للمج التاني واحده واحده بقى كده، عشان العمليه دي عايزه ايه؟ عايزه بال طويل. وتشد من هنا تاني من النص، تبدأ بقى تشد من الأطراف تاني. أنت عايز أهم حاجة يكون جسم المج لامس للجسم التاني إلى حد ما يكون مظبوط. فأنت الورب ده عبارة عن إيه؟ كأنك بتشكل الجسم تاني واحدة واحدة. أنا كده شايف كده كويس، ولكن بقى أنت لو عايز تعمل إيه يعني تركية حلوة، حاول جزء الشادو كده بيكون كل ما بيبعد كل ما بينتشر أكتر. فدي كده تاتش يعني خفيف هيميزك يعني، بس تحس هنا بقى فيه كيرف شويه، فانت رجعه سنه كده بالظبط كده وتدوس اديله اوكي يا معلم. طيب اعمل ايه علشان بقى الانعكاس؟ هتعمل حاجه بسيطه جدا، هتيجي هنا على الاوباستي وتخففه، هتلاقيه بدا يعمل لك انعكاس حلو كده ايه جميل. طيب علشان بقى اظبط الانعكاس اكتر، هيكون في الاول كده الانعكاس ده ظاهر قوي وهيبدا يختفي كل ما ابعد شويه. طب هعمل الكلام ده ازاي؟
وانت واقف على صورة الانعكاس هتدوس هنا ماسك، فتح لك هنا ماسك ابيض خالص. هتروح بقى بالجريدينت تول وبنفس الاسود الابيض تيجي كده من تحت، هتدوس هنا تاني على الماسك وتيجي هنا من الجريدينت تول وتبدأ تشد كده. بص بقى اهو، تبدأ تشد اكتر بالظبط كده. بص ده قبل ده بعد. خلينا بعد كده نروح نجيب عشان نعمل شوية كده ايه قهوة طايرة. ممكن تعمل كنترول تي وتكبر كده اكتر. انا عايز يعني دي كده تبقى في الشكل ده. ممكن نصغر شوية علشان اجيب سوري ارجع واحدتين، اصغر. انا عايز يعني ايه بيكون انت شكل تبع اللي انت عايز. انا عايز واحدة هنا كبيرة وواحدة هنا اصغر منها شوية عشان يبان شكل واقعي. طيب ممكن اخد بقى كنترول جي منها تاني وابدأ اصغرها مثلا فليب هوريزونتال، وابدأ اصغرها علشان كأن في حاجات متناثرة، وادوس هنا ايه اعمل هنا ماسك، وابدأ هنا بالبرش اجيب اللون الاسود علشان امسح الحاجات من الماسك اللي انا مش عايزها. تعالى نمسح التانية كده. ايوه انا مش عايز ايه مثلا، تعالى بقى شيل ايه، شيل دي. فكده كويس جدا. طيب ايه اللي بعد كده؟ هنيجي هنا على الورق ده ونبدأ برضو نشيل منه اللي احنا مش عايزينه. احنا مش هناخد طبعا كل ده. ممكن ايه فليب هوريزونتال، الحتة دي فاضية شوية اهوت. برضو نفس الفكرة، هنعمل ماسك ونبدأ نشيل اللي احنا مش عايزينه. نبدأ نشيل القصص دي كلها اهو. وديت فهي كده كويسة كده كويس. طيب في هنا ورقتين برضو، تعال نشوف هنعمل فيهم ايه. تقول له راسترايز. تعمل راسترايز ليه؟ علشان لما اجي اعمل سيلكشن كده على واحدة وادوس كليك يمين يظهر لي الاختيار ده لاير فيها قط. لو ما عملتش الحركه دي، لو ما عملتش سبتها كونفرتد سمارت اوبجكت، هتلاقي ظهر لك اللي فوق بس ما ظهرلكش اللي تحت. انا عايز قط علشان دي اخدها في لاير لوحدها وابدا امسح دي بقى خلاص، يظهر لي دي لوحدها زي ما انا عايز. ابدا بقى احطها هنا على الارض شويه. بص بقى تعال ايه، هي كانت في التصميم الاولاني الناحيه دي، احنا طبعا عشان هنا خلفنا شويه فنحطها في الحته الفاضيه دي احسن. تعال نحطها في نفس اتجاهها اللي فات ونصغرها شويه او نكبرها كده. تمام. عايز اعمل لها شادو بما انها على الارض. ببساطه خالص هتيجي هنا بالبرش تختار اللون الاسود، تيجي هنا تدوس كليك يمين وتبطط الفرشه كده شويه وتعمل واحده كده الورقه بالشكل ده. شوف كده قبل وبعد دي كده تحسش انها على الارض. اول ما عملنا الشادو لا ظهرت انها على الارض وكله تمام. طيب ايه الحاجات الاخيره اللي معانا؟ نبدا نحط اليافطه دي كده عشان هنكتب عليها كانها نازله كده من فوق. تعال نجيب هنا اداه الكتابه، نبدا نكتب. هنكتب ايه؟ جود داي. جود داي دي في واحده لوحدها. ناخد كنترول جي الى تحت ونكتب ايه؟ كوفي. انت بقى ظبط والكتابه دي بقى بتاعتك انت، ونسيب اللي فوق ايه بالكتابه دي ونديله اوكي. وده الشكل بتاعنا النهائي. ممكن نيجي على جود داي ده نخليها بنفس لون المج، الشكل بتاعنا ده كده كده حلوة جدا. كنترول تي ممكن نصغرها شوية صغيرة بالظبط كده يا معلم. حلو قوي قوي قوي. طيب عايز ابدا بعمل الديزاين كده، اغمق الحاجات اللي في الاطراف. او تعالى الاول نعمل color balance، نظبط كده الايه الالوان. تعال نزود هنا الاحمر كده علشان نفتحه اكتر، ونيجي هنا على الشادو نزود احمر سنة صغيرة، وتيجي على الهايلايت نسحب ايه على السيان شوية، زود الاخضر الاصفر عشان الاضاءة اللي ورا. فانت الكالر بالانس ده عبارة عن شوية مؤشرات انت بتبدأ تلعب فيهم لحد ما تشوف الالوان انت مبسوط بها. نيجي برضو نعمل ليفل هنا علشان نظبط الاضاءات. تعال نسحب الاسود شوية عشان نغمق الاطراف اللي انا كنت بقولك عليها، ونزود الابيض شوية عشان نفتح الحاجات الفاتحة عشان اعمل كونتراست ما بين الصورة ما بين الاضاءة والظل. بنفتح الفاتح ونغمق الغامق. انا عايز بقى اوريك
الشكل الاضاءه اللي انا كنت بقول لك عليها كده من ورا، ولكن هي فيها تريكايه عايزه تتعمل. لو جيت تبص هتلاقي فيه هنا الحد ده ظاهر قوي. علشان ابدا بقى اخلي ده يعني ناعم شويه مع الباك جراوند، ابدا اعمل ايه؟ تعالى بقى نعمل او نيجي على الجزء اللي هو كان الارضيه نفسها، وتيجي هنا على فلتر وتعملها بلور، تعمل نسبه بلور شويه. شوف بقى ايه اللي حصل اهو. تعال نشوف بقى بريفيو كده قبل ما احط. شوف سوليد خالص. اول ما عملت بريفيو بدات كده تبقى ناعمه اكتر، وحافظت على الاضاءه كده بقت احسن بكتير جدا. فده كده قبل وده بعد، احساس خفيف بس في الاخر. طيب انا عايز اعمل ايه بعد كده؟ بص بقى، احنا كده خلصنا لحد كده، انت ممكن تستكفي. فاحنا كده خلصنا لحد هنا كده. بص لحد الديزاين ده كده بالشكل ده كده. في الديزاين التاني عملنا ايه؟ صغرنا الصورة دي كده وعملنا شوية حاجات. انت لحد كده كويس. هنعمل هنا حاجة زيادة، انت عايز تعملها ماشي، مش عايز تعملها ده ذوقك برضو الشخصي. هنجيب هنا كل الليارات دي ونعملها كنترول جي، نعمل لنا في جروب، بعدين ناخد كنترول جي من الجروب ده، يعني ناخد نسخة. بعد كده ناخد على الاولاني ده نحوله لكونفيرت تو سمارت اوبجكت. في مشكلة؟ مفيش ادنى مشكلة. بص المفروض تعمل خطوة دلوقتي، ولكن انا مش هعملها علشان ابين لك ايه المشكله اللي هتحصل. انا المفروض تعال نلغي بقى الجروب ده بس عايزين نحفظه كده مش اكتر، مش هنعمل به حاجه. تعالى هنا كنترول تي، انا كل اللي انا اعمله عايز اصغر ده شويه. بص بقى اللي بيحصل، بقيه الحاجات الباك جراوند اللي كانت ظاهره ورا بقيه الصور اللي انا كنت عاملها بدات تظهر في الخلفيه. شفت الصوره دي؟ مش الصوره دي فضلت اكبر فيها عشان اظهر منها حاجات معينه؟ بدات تظهر دلوقتي. طيب العيب ده العيب اللي انا بقول لك عليه. عايز تعملها بتيجي هنا بقى على السلكشن وتروح مختار الديزاين كله وتعمل كنترول جي تاني، تمام؟ وتيجي على الاولاني ده تمسحه، تيجي على الاولاني بعد ما عملته كونفيرت تو سمارت اوبجكت، ده كده بقى تمام. هتيجي كنترول تي تبدا تصغر، هتلاقي الدنيا تمام معاك. طيب ابدا يعمل ايه بعد كده؟ انا صغرته، تعال نصغر هنا شويه، صغرته. طب يا عم اللاير او الباك جراوند ابيض، مفيش مشكله، تاخد كنترول جي من الصوره دي تنزلها تحت، كنترول تي تبدا تكبرها، يبقى انا معايا ايه؟ واحده ورا واحده قدام بالظبط كده. بس اجي على اللي ورا فلتر بلور جاسيان بلور وابدا اعمل بلور الجزء اللي ورا دوت. انا مش عايزه ايه غير ظاهر غير باهت كده. وعايز اعمل ايه بعد كده؟ كنترول يو عليه، ابدا اقلل ايه الاسود بتاعه، غمقه شويه علشان اللي فوق يبقى ظاهر، واقلل الساتوريشن بتاعه كمان شويه بالظبط كده. كويس جدا. طب هسكت؟ لا، هاجي بقى على اللاير اللي فوق اعمل له دروب شادو كانه ليه ظل كده على الصوره اللي تحت، كانه هي صوره تحت صوره، فهيبقى شكل كويس جدا. تعالى على دروب شادو هتلاقي بص في شادو بدا يحصل اهوت. تعال اشيله لك عشان تلاحظه بالظبط كده. شوف فده شادو كده. ممكن تلعب هنا في الاوباسيتي وفي الاتجاه الشادو، ممكن لو انت عايزه يبقى في اتجاه معين. انا عايزه في الاتجاه ده علشان يعمل دروب شادو هنا. والسايز طبعا السايز بتاع الشادو كل ما تكبره كل ما يبقى ديستريبيوتد اكتر او موزع اكتر. فانت بتلعب في المؤشرات دي لحد ما تظبط معاك. وده كده قبل وده بعد. لو جينا نشوف نشيل الدروب شادو اهو، حاجه بسيطه ولكن لها قيمه يعني. واجي هنا بعد في الاخر، معلش انا طولت عليكم الحلقه ولكن هي تريكات انت ممكن تستكفي باللي احنا وصلنا له وخلاص. هنكتب هنا جمله تكون تحت كده. نكتب ايه؟ good days start with coffee. كنترول ايه صغر الكلام ده كله. تعالى هنا على الكلر اختار اللون الابيض بالظبط كده. تعال نصغر شويه كمان. عايز كلمه كده زي ايه؟ زي اشعار او كلمه كده توصف الحاله بتاعتنا اللي هنا. يا رب يكون عجبك الحلقه، ولو عجبتك دعمنا بلايك واشتراك وظبطنا كده وكومنتات تحت وشجعنا، وقول لنا الحاجات اللي ناقصاك والحاجات اللي انت عايزها قولها لي تحت وانا هعملها لك على طول. اشوفك في حلقه جديده. سلام.